عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير. الناس اللي سألتني عن القماش الشميزات الشتوي، طبعا احنا وريتكم قبل كده قماش من ده كتير، وكان من ضمنهم ده، وكان السعر فيه 50 جنيه. وده السعر فيه كان 100 جنيه. وطبعا ده مؤخرا، بس يعني الاتنين دول ما صورناهمش معاكم. هما دول طلعوا شميزات برضو، بس كانوا جمال جدا في الشكل، تحفة. آه القماشة يعني الصوف، يعني تتخمي فيه بسرعة، لأن فيه مصري وفيه مستورد. والمصري عيبه إن ممكن يفزر، يعني مع الخياطة بيفتح كده، مع الخياطة تلاقيه فزر كده. طبعا اللي خدوا جربوا، لكن القماشة دي ما شاء الله حلوة قوي قوي. آه انضف حاجة يعني تعتبر في الصوف، وفي صوفة وشها زي ظهرها، برضو ما اشتغلتش فيها، بس انا عجباني قوي يعني. في اقرب وقت هجيبها اشتغل فيها. لسه ما جربتهاش، اما اجربها اكيد هقول لكم على تجربتي معاها يعني. بس دي لحد ما انا شغالة فيها دي بين الاتنين، يعني دي ب75، دي ب75، دي ب100، دي ب50. بس دي بين البنين حلوة، وكل اللي أخدها لحد الآن شكر لي فيها. حتى أنا عاملة لبنتي منها شميز برضو، ودي أنا عاملة منها شميز برضو، بس اللي أخده فزر منه. يعني المصر دي ما جبهاش بجنيه بأمانة، يعني لأنها بتفزر قوي، ومن أقل شيء وأقل شدة في الخياطة مش بتبقى حلوة. طبعا اللي خدها هو اللي اشتكى لي منها، تمام، مع ان لونها حلو قوي، بس هي في اللون ده في الغالي. تمام. ال الالوان متوفره في كل الحاجات يعني. حتى برضو انا عامله لبنتي شال من الخامه دي، بس قول شال مثلا ده مش بيفزر لانه مش بيتشد او مفهوش خياطه. لكن يعني دي تنفع حلوه قوي شلين، تبقى جميله قوي شال. لكن انك تخيطيها وكده ما نفعتش معايا انا. عموما انا جايبه لكم تشكيله تانية من الالوان واشكال، طبعا متابعيني اللي كانوا عايزين مني شيميزات، فانا جمعت لكم صور كده مع بعضها، يا رب تعجبكم. وطبعا نبص عليها ونرجع لكم تاني.
تكون التشكيلة عجبتكم. طبعا لو عجبتكم مش هقول لكم تحطوا لي اللايك والاشتراك لو اول مرة تشوف قناتي عشان يوصلك كل جديد. و... والناس بقى اللي كانت بتسألني على الالوان والاشكال، انا طبعا نزلت لكم اللي عاجبه حاجة يختار منها. شكرا لمتابعتكم معايا. اراكم على خير في الفيديو القادم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.